برودكتس بيقولوا عليها انها مش حلوه بس هي حلوه عادي، نتسلى لحد الماسك ما ينشف. اول حاجه زيت دابر امله، ما اعرفش الكواليتي بتاعته بتختلف من مصر للامارات للسعوديه ولا ايه، انا جايباه من السعوديه وحلو جدا، بيخلي الشعر عن تجربتي انا الشخصيه مهفهف وطري وتقيل وقوي، يعني بحس كده. تاني حاجه الغسول بتاع ارجنتو، بستخدمه لظهري تحفه. عارفين الاماكن اللي في جسمكم زي ظهركم كده اللي بيبقى طالع فيها حبوب دهنيه غلسه كده وكبيره وبتوجع، الغسول ده من ارجنتو بينضفها كويس قوي وبحس ان هو بيضيعها مع الوقت. والمويسترايزنج جel من ليلاك، بشوف بوستس لبنات كل شويه بيقولوا ان هم بيغيروا في الانجريدينتس، بس انا بصراحه جربته مرتين ثلاثه كده يعني مضايقنيش خالص، بستخدمه اكتر وقت يعني، او ده الاستخدام اللي انا بستخدمه للكريم، ان انا بستخدمه بعد الليزر في الاماكن اللي انا بعمل فيها ليزر. حلو جدا، بيهدي اي التهابات، بيساعدني ان الالتهابات والاحمرار ما يقلبش بغمقان بعد كده، لا هو عاجبني جدا. اخر حاجه والماسك خلاص بدا ينشف، ده الدارك سبوت كوريكتنج جلو سيرم من اكزيس واي، بكلمكم عنه كتير. لو في بنات حست ان هي جربته مثلا ما شافتش ريزلت حلو قوي، يبقى انت محتاجه علبه كمان، يعني الريزلت بتاعته هتبقى تحفه 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 مع الاستخدام. فهو الاستجابه دي بتختلف من حد لحد، بس عموما هو تحفه. هروح اغسل الماسك وبس كده.